له هذه الرسالة، لأنه رافض تماما أنه يتحدث لأي وسيلة إعلام مصرية، وما أعتقدش أنه ده يعني سلوك محمد صلاح. الناس بتحبه وبتقدره وبتحترمه وبتشجعه. جدي اتشجعت فيورنتينا السنة اللي فاتت، والسنة دي بتشجع روما، ومن قبله عشانك أنت هو شجعنا بازل. فأرجو أن أنت توصله الرسالة دي يعني. حاضر يا كابتن، الرسالة هتوصل، بس عاوز اقول لحضرتك ان احنا مش برضه معلش يا كابتن، يعني انت عارف محمد صلاح شخصية محترمة جدا. طبعا طبعا مفيش خلاف. يعني ممكن احنا يا كابتن يعني ممكن شويه يكون مثلا يعني دماغه برضه مش عاوز يتكلم في حاجه ولا حاجه، بس يا كابتن ان شاء الله محمد صلاح يعني ان شاء الله اكيد هيتكلم واكيد الكلام ده. بس ممكن الايام ده يا كابتن معلش يعني اعذره، اللي هو ممكن لسه نادي جديد وعاوز برضه يعمل زي ما عمل فورنتينا وعاوز الكلام ده. بس معلش يا كابتن يعني ربنا عشان خاطر يعني ربنا يوفقه. ده ابن من ابنائنا زيك بالظبط، وكلكم ابنائنا، واحنا بنفرح بيكم وبنفخر بيكم. لكنه الناس برضه حق الناس عليه انه لازم يسمعوه، لازم يتكلم ولازم يطلع. طالما بنشوفه في قناة الجزيرة بعد المباريات وشفناه في بعض اللقاءات، وبالتالي حق الناس عليه. ده دي رسالة عتاب ورسالة محبة لابد انها توصل له. فرحانين بيك يا نني، وفرحانين بالمنتخب، وبالتوفيق يا رب دايما ان شاء الله. مبروك يا نني، وان شاء الله باذن الله هنبارك لكم بعد نيجيريا، وهنبارك لكم